النهاردة هحكي لك قصة مليانة دروس وعبر، قصة إنسان قدر يتغلب على كل الصعوبات ويحقق نجاح. يلا بينا يلا بينا. ايه، انا هاجيلكوا واحد واحد، يلا بينا. أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي. محمد علي كلاي ما كانش مجرد بطل في الحلبة، كان كمان بطل في حياته الشخصية ونضاله ضد العنصرية والظلم. بدأ يتدرب على الملاكمة وهو عنده 12 سنة بعد ما اتسرقت العجلة بتاعته منه. قال وقتها إن هو لازم يضرب اللي سرقها، ومن هنا بدأت رحلته في عالم الملاكمة علشان العجلة اتسرقت. I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. محمد علي كلاي زي ما قلت لك بدأ الملاكمة وهو عنده 12 سنة، وقدر انه يكسب اول بطولة عالمية وهو عنده 22 سنة. بس تفتكر ان اللي كان بيميز محمد علي كلاي ان هو كان بيحقق بطولات؟ لا طبعا. النقطة اللي بتميز محمد علي مش مجرد انتصاراته في الحلبة، بل كمان مواقفه الشجاعة. يعني عندك سنة 1967 رفض انه يتجند في الجيش الامريكي بسبب موقفه ضد حرب فيتنام، وقال كلمته الشهيرة: ما عنديش مشكلة مع الفيتناميين، ليه اروح اقاتل ناس ما عملوش ليا حاجة؟ القرار ده طبعا ما كانش سهل، والنتيجة للقرار اتاخدت منه البطولة واتمنع سنتين من اللعب، لكنه فضل متمسك بمبدأه وما استسلمش للضغوطات. وبعد ما رجع للملاكمة تاني قدر انه يكسب بطولة العالم تاني، وده كان دليل على انه بالاصرار والعزيمة ممكن نحقق اي حاجة. القصة هنا بتعرفك ان النجاح الحقيقي مش هو انك تبقى متفوق في مجالك. محمد علي كلاي كان مثال حي على الشجاعة والاصرار، واننا نقدر نواجه اي تحدي ونحقق اهدافنا، لكن كمان مهم اننا نتمسك بمبادئنا حتى لو كان الثمن ده هيكون غالي. وخليك حافظ الجملة دي: وما زرع الله فيك رغبة الوصول إلى أمر معين إلا لأنه يعلم أنك ستصل إليه بالصبر والتحدي، وإننا ما نضعفش ونتنازل عن مبادئنا علشان نوصل للي احنا عايزينه. اسمعها تاني. أتمنى تكون اتعلمت حاجة من القصة دي، ولو انت وصلت معايا لغاية دلوقتي فما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان مفيش حاجة تفوتك. يلا بينا يلا بينا. ايه، انا هاجيلكوا واحد واحد، يلا بينا.